كيفك نور؟ جود شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف الاجواء معك؟ والله الاجواء تجنن، كل شيء حلو. واليوم مع لافيرن بيوتي، واني البيوتي لعبتي يعني تعرفين انتي، فاني اعشق البيوتي. حاطه جلوس اليوم؟ اوريدي حبيبتي. ايش رايك فيه؟ صراحه اللون خطير، الكواليتي روعه، يعني الباكجينج كلش حلوه. شوفي الباكجينج ايش قد فخمه، تحسين في تاتش لافيرن بس بنفس الوقت يعني كل شيء عالمي، فيشرفنا صراحه، فخر. اكثر منتج في الميك اب بالنسبه لك مره مهم؟ اكيد الجلوس، يعني اللي يتابعني يعرف اني دائما احط جلوس اكثر من المات ليبس. المسكارا لافيرن لازم تسوون مسكارا. سووا هم مسكارا؟ لا ما سووا، لازم يسوون مسكارا. يمكن الخطة القادمة. ايه لازم مسكارا يعني احرق عليهم وشنو بعد يا ربي؟ والبلوش اكيد. بالنسبة لك تشوفين انه منطقي ان ميك اب العروسة يكون عند الميك اب ارتست اغلى من ميك اب الزبونة العادية؟ صراحة اني هسه اكتشفت هاي النقطة وما ادري، احس يحق لهم يتشارجونه اكثر. ليش؟ لانه لما يعني الميك اب ارتست جهزتني لكتب كتابي، اخذت معاها يوم كامل تقريبا وهي تجهز بشرتي وتجهز لك كل التفاصيل. في تفاصيل دقيقه ترى احنا ما نفكر بيها، هم الميك اب ارتست يفكرون فيها. فصراحه ارفع لهم القبعه، ويس يستاهلون انه يندفع لهم زياده. بما انه لافيرن دخل خط المكياج، حنشوفه على تسريحتك؟ اكيد هو اوريدي صار على تسريحتك، هو اوريدي بشنطتي يعني، واوريدي على شفايفي، وحيكون بشنطه مكياج. أكيد. كثرة العتب بالنسبة لك تصفي القلوب ولا تزيد المشاكل؟ حسب منو تعاتبين. ترى انت من تعاتبين ترفعين قدر الشخص، فهل انت هذا الشخص يستاهل العتب؟ وشوفي كل ما اكبر كل ما لاحظ انه ولا شخص يستاهل العتب غير الاهل. فصراحة ما عاتب، بطلت اي والله العظيم. بلوك، اصلا مو بلوك عشان يعني ميوت. صح.